عايز تتعلم النوتة الموسيقية على أصولها من البداية واحدة واحدة لحد الاحترافية. خليك معانا. قبل ما تروح يمين أو شمال، اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس واكتب لي انت عايزني اعزف لك ايه وشير لكل اصحابك. أهلا بيكم. حبيت أحقق طلب ناس كتير قوي طلبته مني، عايزين يتعلموا النوتة الموسيقية. إيه هي النوتة الموسيقية؟ النوتة الموسيقية دي عبارة عن إيه؟ دي اللغة اللي بتحول عزفك للحن أو الأغنية أو الموسيقى أو أي حاجة أنت بتعزفها على كيبورد، سواء أورج او بيانو. في حالتنا طبعا هي بتنفع في كل حاجه، احنا هنتكلم على الحاجتين دول، او خلينا نركز في الاورج. هي اللي بتحول العزف بتاعك دوت لحاجه مكتوبه على ورق. يعني هو اللي بيقول لك دوس على النوتة دي او على الزرار ده. احنا عايزين نتفق على مصطلحات كده. الزرار اللي في الكيبورد او الزرار اللي في الاورج اسمه نوتة. النوتة دي اللي هو دو ري مي فا صو لا سي دو، دي اسمها نوتة. كل حاجة من دول اسمها نوتة موسيقية. يبقى هو اللغة دي لغة، كأني بكتب حروف زي اللغة العربية. أنا اللي بكتبها على سطر عادي واحد وبكتب عليه الحروف، ببقى عارف ايه اللي فوق السطر وايه اللي تحت السطر. في الانجليش أنا عندي سطرين ضيقين، ايه الحروف السمول اللي بكتبها بين السطرين أو تحت أو فوق، ايه الحروف الكابيتال. مجرد ما بعرف أبص على الحرف على طول بين السطرين أو فوقيهم أو تحتيهم بعرف حد الحرف ده بيقول ايه. تمام. الفرنش الفرنساوي نفس القصة، 3 سطور عشان أعرف الحرف رايح فين وجاي منين، وهكذا. النوتة الموسيقية نفس القصة، دي عبارة عن لغة ببص لها. لما بتعلمها وبتعود على شكلها، أول ما ببص للغة المكتوب ببقى عارف أنا هدوس على إيه، من غير ما حد يقول لي أنت المفروض تدوس على كذا. فيبقى أنا عرفت خلاص هيقول لي إيه وإمتى. تمام. هدوس على إيه وإمتى، ووقت الضغطة بتاعتي قد ايه في كل نوتة. يعني في كل زرار زي ما اتفقنا، الزرار ده النوتة دي هتدوس عليها امتى، ترتيبها ايه، وقت قد ايه، هنقل بين دي ودي بسرعة ولا هستنى هنا شوية. والسرعة، النوتة فيها كل حاجة، سرعة اللحن، الإيقاع. تمام. كل حاجة يعني فيها الزمن والهاو الكيفية، فيها كل حاجة. يبقى انا لما ببص كده للنوتة انا لازم ابقى عارف ايه اللي مكتوب قدامي ده. سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة. هنبتدي مع بعض خطوة خطوة. اول حاجة اللغة بتاعتنا الموسيقية، عشان اكتبها زي ما قلنا اخترنا العربي سطور كذا، الانجليش كذا، الفرنش كذا. النوتة 5 سطور، 5 سطور بالشكل ده، وبينهم 4 فراغات. تمام كده. زي في الانجليش اللي بين السطرين دول حاجة واللي على السطر ده حاجة، احنا برضو هنا كده دول 5 سطور، وبرضو بيتكتب في الفراغات ال4 دول برضو حاجات تانية، حروف موسيقية. تمام. طيب ال5 دول 5 خطوط أساسية، 4 فراغات أساسية. معنى كلمة أساسية إن في حاجة اسمها إضافية. النهاردة هنضيف بقى على ال5 الأساسيين دول واحد فوق وواحد تحت. مش بيتكتب في الكراسة او في النوتة او هي اسمها الكراسة. مش بيتكتب. احنا بنتخيل ان في هنا سطر، مش بيبقى سطر كامل، بيبقى حاجة صغيرة كده فوق وتحت عشان اكتب عليه حاجة زيادة تاني. تمام. عشان اخرج بره المعتاد. يعني ايه اخرج بره المعتاد؟ خليكم معايا. فاكرين لما قلنا على الكيبورد الحلقة اللي فاتت او الفيديو اللي فات، الدو بنجيبها منين؟ الاتنين الاسود دو. ايه هو الدو ري مي فا صو لا سي دو؟ ده اسمه اوكتاف، من الدو للدو. تمام. لما انتهيت بالدو التانية انا كده دخلت في الاوكتاف التاني، يبقى انا محتاج 7، اللي هو دو ري مي فا صول لا سي، كده 7.
تمام. دول السبعة دول انا عايزه اكتبهم على الخمس خطوط دول. هعمل ايه؟ خليكم معايا. اول حاجه دايما بصوا كده الخمس خطوط دول، عشان اول ما ابص للكراسه كده قدامي اعرف ان انا هعزف بايدي اليمين اللي فيها اللحن الاساسي. لغايه دلوقتي هنتكلم على اليمين، مش هنجيب ست الشمال دلوقتي. خلينا نتكلم على الايد اليمين. يبقى اول ما اشوف الرمز الصول دي مكتوبه كده على الشمال في اول الكراسه، يبقى كل اللي هيتكتب بعدها ده في السطور اللي بعدها ده كده بايدي اليمين. تمام. طيب فين هكتب او فين هدوس؟ سوري، فين هدوس؟ اي حاجه هتتكتب هنا بعد حرف السول دوت، يبقى انا هبتدي من الاوكتاف الوسطاني في الاورج بتاعي. هو كده، ايدي اليمين في الاوكتاف الوسطاني. تمام. اللي هو من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ بتقولوا ايه؟ خليكم معايا. الاوكتاف الوسطاني الدو بتاعته اللي هي على السطر الاضافي اللي انا حطيته تحت، شايفينه؟ دي كده الدو. تتعمل ازاي؟ يعني يقول لي يكتب حرف ايه؟ يكتب دو دي او مثلا، او يكتب السي زي ما احنا قلنا بالانجلش؟ لا، هيعمل دايره بالشكل ده. مجرد ما عمل دايره فوق الخط، فوق الخط الاضافي اللي تحت دوت، يبقى دي الدو بتاعت الاوكتاف الوسطاني اللي في الاورج بتاعي او البيانو. تمام كده. يبقى انا كده دي ضغطه على الدو. خلينا نركز دلوقتي، فهندوس على ايه؟ مش هندوس وقت قد ايه. وقت قد ايه يعني التايمنج الايقاع في حلقه تانية او في درس تاني. احنا دلوقتي هنتعلم نقرا الحروف، نترجمها على الورق. يبقى الدايره دي معناها دو في الاوكتاف الوسطاني، مش اي اوكتاف تاني، بايدي اليمين. طيب دي الدو. بعدها ري. تتكتب فين الري؟ دايره بين السطر الاضافي والسطر الاولاني تحت خالص بالشكل ده، طايره في الهواء بينهم، مش لامسه اي واحد. تمام. دي كده تبقى ري. اللي بعدها مي. مي فين؟ فوق السطر الاولاني تحت خالص، فوقيه، فوقيه بالشكل ده. وهكذا. احنا قلنا دو، ري، مي. الفا بين السطرين دول بنعلى اهو، بنعلى نص سطر، يعني على السطر ونص السطرين، على السطر ونص السطرين بالترتيب. فا، سول اهي، لا، سي. انا كده خلصت كام؟ عدوا معايا اهو 7. اول اوكتاف خلص الوسطاني. طيب عادة الايد اليمين بتاخد 2 اوكتاف كده مع بعض. ساعات بعلى شوية بالموسيقى، فبحتاج ان انا اروح للاوكتاف اللي بعده كمان، اللي هو اعلى منه، الارفع منه في الصوت. يبقى عشان كده لسه الخطوط ما خلصتش معانا. هكمل تاني. اللي بعد السي ده حرف الدو بين السطرين دول بتاع الاوكتاف اللي بعديه على طول بعد السي. تمام. يبقى دي دو، وهنا ري، مي، فا، سول، لا، سي. فوق في الهوا. يبقى كده دول، عدوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يعني 2 اوكتاف كاملين بايدي اليمين، متسجلين اهو. على ايه؟ على 5 خطوط اساسية، وحطينا واحد فوق وواحد تحت، عشان ابقى بايدي اليمين شغال 2 اوكتاف مع بعض. طيب انا عايزه منكم ايه؟ عايزه منكم ايه؟ هتجيب ورقه مسطره عاديه جدا خالص من البيت. مش عايزاك تنزل تشتري كراسه موسيقى او حاجه، ابسط حاجه، حتى ورقه فاضيه، ورقه طباعه عاديه جدا. حضرتك هترسم عليها 5 خطوط اساسيه، وهتعمل خط زي ده كده فوق وخط زي ده تحت. تمام.
وهتتعود بنفسك تحفظ. لازم تحفظ كأنك بتحفظ كده حروف انجليش، حروف عربي، اي لغة انت بتتعلمها وبتحبها. اللغة الموسيقية كده، اسمها اللغة الموسيقية. لازم اتعود احط الدو في مكانها، دو ري مي فا صو لا سي دو، وادخل في الاكتاف اللي بعده اعمل 14 نوتة موسيقية على السطور دي. تمام. انا مجرد ما احفظ الكلام ده انا عديت شوط كبير جدا في النوتة الموسيقية. بعد كده انا قدامي حاجات بسيطة عشان ابتدي اول ما اشوف نوتة اعرف اقراها واعزف اللحن. يبقى انا كده ببساطة جدا انا طالب اي موسيقى، اي لحن، اي اغنية، هعمل سيرش على الجوجل النوتة الموسيقية لكذا، هتطلع لي. بالمناسبة مش هتطلع لي مكتوبة دو ري مي بالحروف او سي دي اي اف جي كده. صعب صعب ان انت هتلاقي. وبعدين مش بروفيشنال. ليه بقى؟ لان اللي مكتوب دو ري مي بالعربي بالانجلش والكلام دوت، انت عمرك ما هتعرف التايمنج بتاعها قد ايه. طب ماشي انا دوست، مين بعد ايه يعني؟ مين ادوس لحد ايه وادوس هتلاقي نفسك تقول تن تن تن. فين التايمنج؟ فين الايقاع بتاعك؟ فانت مش عارف انت بتدوس على ايه امتى. تمام. فاحنا دي هنتعلمها الاول الاسبوع ده. ضروري بعد اذنك هتقعد طول ما انت قاعد تعمل تمرين لنفسك، تقعد تجرب. وانا بعد اذنكم هديلكم دلوقتي شاشة عليها تمرين، محتاجة منكم تكتبوا لي في التعليقات التمرين ده عبارة عن ايه. تقولي لي الحروف بتاعته، ترجموها لي. عايزة هتكتبوها لي دو ري مي كده بالعربي او بالانجلش او سي دي اي اف حسب ما انت اتعودت. تمام. انا هديلكوا التمرين ده دلوقتي، هسيبه على الشاشة شوية، انت اعمل بوز ليه لحد ما تكتب الكومنت بتاعك. تمام. مستنية تعليقاتكم واستنوني في الحلقات اللي جاية. شكرا.